قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل. لست هنا بصدد التعرض لما وقع، فالحق أن ما وقع كلمة السب والاستهزاء بالنسبة إليه طهر إلى نجاسة. ليس هذا بسب ولا بشتم، هذا شيء كالمستنقع المنتن، بل هو كذلك. هذا أمر تمده الطباع المستقيمة وترده النفوس السليمة. اتهام بما اتهم به عيسى عليه السلام، بما اتهمه به اليهود من أنه ولد لغير رشدة، هذا سب. هذا لم يقله أبو جهل، فضلا عن أن يقوله أولئك. فالذي جيء به أمر فظيع. ولو أنه قيل في حق رئيس أمريكا لقدم قائله إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف، فيدلسون علينا بقولهم إن القانون الأمريكي لا يمنع حرية الرأي والتعبير، بل إنه لا يمنع من الاعتداء على الحرمات بصورة من الصور، ولكن لأنه متعلق برسول الإسلام بنبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ولو كان متعلقا بغيره من الصعالين الذين لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا ولا ذبابا لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ولكن سترى إن شاء الله جل وعلا كما قد مر ورؤي ما يفعل الله بمن تنقص جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.